معانا على التليفون احمد. نعم. قول لي بقى موضوع التوقيع جه ازاي ووقعت امتى وايه تفاصيله، يعني لو تقدر تقول لنا تفاصيل هذا التوقيع. انا طبعا بشكر كابتن اسماعيل على الكلام ده الجميل ده، وانا كابتن اسماعيل بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا، انا قيمه كبيره، انا بقدره وبتمنى له التوفيق ان شاء الله، والفرقه ما شاء الله في زياده وربنا يوفقه ان شاء الله. انا بالنسبه لي الحمد لله النهارده الصبح الساعه 11 الصبح كنت في النادي. وقعت 2.5. العقد هينتهي في 2013. انا سعيد جدا ان انا موجود في نادي الزمالك. انا الحمد لله رب العالمين جالي كتير، حتى كان في بلجيكا برضه وجالي هنا في مصر، بس انا كان املي ان انا اكون موجود في الزمالك، وده كان برضه اتكلمت مع كابتن سعيد السنه في الموضوع ده، وكان ده يعني ده كان طموحي ان انا ارجع النادي تاني، لان انا مشيت في ظروف خارجه عن ارادتي، والحمد لله مشيت في الظروف دي. انا الظروف دي ما كانتش ملائمه خالص ان انا اكون موجود العب وبصفه مستمره. انت لعبت في ليرز قد ايه يا كابتن احمد؟ 4 سنين. 4 سنين. يعني حسيت ان انت حققت فيهم طموحاتك الاحترافيه خارج مصر؟ هو بالنسبه للطموحات الاحترافيه طبعا هي ملهاش حدود، لكن بالنسبه للفريق ليرز انا حسيت ان انا عملت كل حاجه، يعني الحمد لله الفرقه كان املها انها تصعد الدوري الممتاز وتلعب الدوري الممتاز، الحمد لله صعدنا والحمد لله لعبنا الدوري الممتاز. فده يعني نبقى واقعيين، النادي مش هياخد الدوري البلجيكي، فوجوده في الدوري الممتاز فانا الحمد لله عملت كل اللي انا قدرت اعمله مع زمايلي ان النادي ليرز يصعد الدوري الممتاز وان هو يلعب دوري ممتاز. فانا حبيت ان انا يعني اجدد طموحي بنادي اكبر، بس ما حصلليش امكانيه. جالي انديه ثانيه بس ممكن تكون شبيهه النادي ليرز او احسن شويه، بس بالنسبه لو مقارنه بنادي الزمالك لما كلمني، لا نادي الزمالك بالنسبه لي افضل يعني، فده اللي خلاني اخترت نادي الزمالك الفتره دي. عموما مبروك ليك ومبروك بس قبل ما نسيبك، يعني هل ممكن تقول لنا قيمه العقد ولا سر ولا ايه؟ لا انا بقول لك لا يا احمد ما تقولش. ربنا يبارك لك يا احمد والف مبروك، ونتمنى نشوفك في يناير في منتخب مصر ان شاء الله. الله يا كابتن. شكرا.